السلام عليكم. ما تيجوا بقى نتكلم بالعقل كده في حتة السجاير. أنا كل يوم بشرب علبة سجاير ب45 جنيه. يعني كام في الشهر؟ يعني حوالي 1320 جنيه في الشهر. كل شهر 1320 جنيه في حاجة أنا ما بستفادش منها في حاجة، بل بالعكس بتضرني. طب ال 1320 جنيه دول يجيبوا لي إيه؟ في الأيام السوداء اللي إحنا فيها دي يجيبوا لي 2 كيلو لحمة، على فرختين، على شوية فاكهة في البيت، وهيفيد منهم كمان. طب ليه انا ما بطلش السجاير؟ هي صعبة، ممكن تبقى صعبة شوية وتقول انت بتحكي في حاجات، بس هي صعبة او احنا مستصعبينها على نفسنا. بس ليه ما نجربش؟ ما الحياة كلها تجارب، ليه ما نجربش؟ ليه ما نجربش ان احنا كل يوم نشتغل بدراعنا؟ الناس، بالنسبة للناس اللي شغالة بدراعها، كل يوم بياخدوا اكتر من تلت اليومية يجيبوا بقى علبة سجاير. طب فين البيت وفين اللحمة وفين السوق وفين الأكل وفين الشرب وفين العلاج وفين مصاريف العيال؟ فين الحاجات دي كلها لما أنا أكون باخد بس تلت اللي أنا بشتغل به، بجيب به حاجة بتضرني مش بتنفعني أصلا. اما اقعد ال 1350 او ال 1320 جنيه دول اقسمهم كده، اجيب كيلو لحمه ب 300 جنيه، اجيب فرخه كمان ب 200 جنيه ولا ب 150 جنيه، ولا فرختين ادي 300 جنيه كمان، يبقى دي 600 جنيه، واركن كمان 600 جنيه ولا 650 جنيه للطوارئ. ما هي دي حاجه ما بتنفعش، دي حاجه مش نافعانا في حاجه، دي حاجه مش بتزودنا بل بالعكس بتقلل من صحتنا. وعيب، وبقت منظرها وحش قوي لما اجري عند التاجر او عند الراجل صاحب المحل واقول له هات علبه سجاير ويقول لي مفيش. ببقى زعلان قوي اكنها اكل وشرب. تحس ان هي السيجاره دي زلانه. طب ما تيجي احنا ننزل لها، نجرب، نجرب ننزل لها مره. هتقدر؟ ان شاء الله هنقدر، بس قول يا رب. والله العظيم هنقدر، وقول يا رب. هتلاقي الدنيا حلوه معاك ومتوفره معاك، لان كده بقى حرام. السلام عليكم.